بحال هاد اليوم سنة 1963 قامت حرب الرمال بين المغرب والجزائر إثر نزاع حول الحدود بين البلدين. لعبت فيه القوى الأجنبية دور صب الزيت على خصومة الشقيقين. تحل الذكرى 58 لإحدى أكثر اللحظات ألما بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، حين رفع الأشقاء السلاح على بعضهم البعض بعد أن فشلت الدبلوماسية في إيجاد حل نزاع حدودي أورثهم إياه الاستعمار الفرنسي. فيما يأتي هذا اليوم والتوتر بين البلدين قائم وسط تساؤلات عن دور التدخل الأجنبي في زرع الشقاق في المنطقة. بدأت جذور الخلاف بين البلدين بعدما ضمت سلطات الاستعمار الفرنسي منطقة بشار وتندوف إلى الأراضي الجزائرية، وهما منطقتان يرى المغرب حقه التاريخي فيهما وأنهم جزء من أراضيه التاريخية. مطالبة مغربية لم تعرها باريس اهتماما، بل وبادرت عام 1957 بإقرار منظومة إدارية جديدة بالمنطقة، في حين ظل السلطان المغربي وقتها محمد الخامس يرفض الاقتراحات الفرنسية ببدء التفاوض حول تلك المناطق، معلنا رفضه بنية أن لن يكون التفاوض إلا مع الجزائر وهي مستقلة، مؤكدا أن تلك الأراضي ليست فرنسية كي تكون فرنسا طرفا في أي مفاوضات حولها. في 6 يوليو تموز 1961 وقعت الحكومة المغربية اتفاقا مع رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس، بموجبه يعترف البلدان بإشكال حدودي بينهما يبدأ التفاوض حوله بعد استكمال الجزائر استقلالها. ولكن بعد استقلال الجزائر سنة 1962 زار الملك الحسن الثاني الذي تربى على عرش البلاد خلفا لأبيه عاصمتها مذكرا الرئيس أحمد بن بلة بالاتفاق المذكور، فيما طلب الرئيس تأجيل البتة فيه حتى استكمال الجزائر بناء مؤسساتها. بلبلة كان أعلن في وقت سابق لتلك الزيارة أن التراب الجزائري لا يتجزأ. وفي خريف سنة 1963 تصاعدت حملات إعلامية بين البلدين الجارين، أطلق فيها الإعلام الجزائري حملة يقول فيها إن المغرب له نيات توسيعية على حساب الجزائر، مستغلا إنهاكها من حرب التحرير، فيما اتهم المغرب الجزائر على لسان وكالة أنباء المغرب العربي بأنها بعثت بقوات إلى طرفايا كي تحرض السكان هناك على الثورة ضد الملك. وفي 8 أكتوبر تشرين الأول شنت قوة جزائرية هجوما على نقطة تمركز عسكرية للجيش المغربي بمنطقة حاسي بيضة، أودت بحياة 10 جنود. بعثت الرباط باحتجاجها إلى الجزائر، وحسب الرواية المغربية لم تلقى استجابة من الجزائر، إثرها اندلعت المواجهة المفتوحة بين الجيش الجزائري المكون أساسا من العناصر التي قاتلت في حرب التحرير مدعومة من كوبا ب86 رجلا مقاتلا وطائرات ومدرعات ومدفعية، ومن مصر ب1000 جندي، فيما كان الجيش المغربي نظاميا حديث العتاد ذات خطوط إمداد قوية مدعوما بشكل غير مباشر من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية حسب ما تورده مصادر تاريخية وإعلامية مختلفة. سعت القوات المغربية لاسترجاع منطقة حس البيضاء وتنجوب التي هاجمها الجيش الجزائري سابقا. في المقابل اندفعت القوات الجزائرية غربا نحو حدود مدينة فيغيك شرق المغرب، ودامت العمليات القتالية أياما معدودة قبل وقف إطلاق النار مؤقت في 5 نوفمبر تشرين الثاني من نفس السنة. أكد باتفاق وقف إطلاق النار دائم في 20 فبراير شباط 1964 برعاية الجامعة العربية ومنطقة الوحدة الإفريقية. قبل الاستعمار لم يقع أي نزاع بين المغرب والجزائر حول الحدود. في المقابل فالحدود بين البلدان الإفريقية أتت مع المد الاستعماري على أراضيها. لم يقف الدور الفرنسي عند هذا الحد من المساهمة في بث الخصومة بين البلدين الشقيقين، بل دفعت مساومته المغرب بين الأرض ودعم المقاومة الجزائرية في تجميد أي حل استباقي للقضية. كما أن جلاء الاستعمار عن القارة السمراء خلف نوعين من المواقف إزاء قضية الحدود، أحدهما يدافع عن شكلها الموروث عن الاستعمار كما سبق وعبر عنه الرئيس المالي السابق مودي بوكيتا قائلا: إفريقيا كما هي، الوحدة الإفريقية تتطلب منا احترام كل واحد للإرث الذي تلقيناه من النظام الاستعماري، أي الحفاظ على الحدود الحالية لبلادنا. والجزائر تدعم هذا الطرح الذي دعمته منظمة الوحدة الإفريقية كذلك، خوفا من نشوب صراعات بين الدول. الموقف الآخر هو الذي يرتكز على الحق التاريخي ويستند إلى مبدأ البيعة الدينية والتبعية الروحية، وهذا موقف المغرب الذي يعتبر أن الاستعمار اقتطع منه هذا الامتداد التاريخي له،
ما جعل المغرب حتى خلال توقيعه اتفاقية الانضمام إلى منظمة الوحدة الإفريقية يقدم تحفظه بأنه لا يمكن تفسير توقيع المغرب بأي حال من الأحوال على أنه اعتراف صريح أو ضمني بالوضع القائم للحدود من جانب المغرب، ولا بوصفه تخليا عن متابعة وتحقيق حقوقه بوسائل شرعية بحوزته.